عوف ما يلعبش ليكيب ناسيونال رجع لك عاود ما يلعبش ليكيب ناسيونال البارح الماتش كامل كان عندنا خرج ماتش ناقعي مزيان ماشي مزيان قلتي مزيان زعما مزيان واش كتهضر ليا واش كتهضر ليا على اني يكون في ديال لا كوب دافريك بعد الاداء الاسطوري اللي قدمه اسماعيل باعو في كاس العالم للشباب، الاداء اللي خلى كل شيء يتفق انه خاصو يجي للمنتخب الاول. دري مدافع من الطراز العالمي، وما كيختلفوا الجوج ان المغرب لقى البياسه اللي كانت خاصه. المنتخب الاول عنده مشكل في هذا البوست، هذا الشيء اللي خلى كل شيء يتفق ان باعو هو الحل. فواش فعلا باعو يكون هو الحل؟ الا بغينا نجاوبوا على هذا السؤال هذا فخاصنا نعرفوا اولا شكون هو اسماعيل باعو. هذا هو اسماعيل باعوف. شخصيا انا ارى في اسماعيل باعوف مستقبل الدفاع المغربي ان شاء الله. تزاد اسماعيل باعو في نهار 17 وتنبير 2006 في مدينة شارلوروا البلجيكية وسط عائلة مغربية الأصل، الأم من كازا والأب رشيد باعوف من ورزازات. الأب ديال اسماعيل كان حتى هو لاعب في الدوري البلجيكي في التسعينات، يعني اسماعيل تزاد وسط عائلة كروية. من صغره با كيلعب كرة قدامه، الشيء اللي خلى اسماعيل يتعلق بها أكثر. الولد تأثر بالأب ديالو وحتى هو بغى يولي لعاب ديال الكرة، بغى يكون بحال باه أو لا أحسن منه. رشيد شاف ولدو اسماعيل شغوف بكرة بزاف وقرر يدخلوا شي اكاديميه اللي غادي تسقل الموهبه ديالو، وفعلا دخلوا الاكاديميه تري سبورتيف شارلوروا. المدربين شافوا في اسماعيل انه لاعب مختلف، كيعرف يقطع كره بطريقه ذكيه، كيبني اللعب من اللور وعنده شخصيه قويه في الميدان. ولهذا السبب تدرج في كاع الفئات السنيه ديال اولمبيك شارلوروا، وتما تعلم الاساسيات وطور من راسو. سنين ديال التكوين ديال الجهد وديال التعب، والنتيجه مدافع قوي وذكي وكيعرف يبني اللعب من اللور بطريقه نادره في هذا العمر هذا. عام 2020 جا واحد التحول كبير. اندرلخت البلجيكي شافوه وقالوا هاد الدري عنده شي حاجه، هاد الدري غادي نحتاجوه، وفعلا ضموه للاكاديميه ديالو. هاد الخطوه كانت هي المفتاح ديال المسيره ديال اسماعيل باعو. اسماعيل فاش وصل لاندرلخت ما ضيعش الوقت، خدم ترينا وتعلم. المواسم دازت وهو كيتطور بطريقه خرافيه، بدا كيتطور شويه بشويه حتى ولا من الركائز ديال الفريق الرديف. اللعب ديالو ولات عليه العين كما كنقول، تركيز، تدخلات محسوبه وباسات دقيقه بحال شي لعاب كبير ديال وسط الميدان. هنا فين بزاف شبهوه بالمدافع الهولندي فان دايك، نفس الرزانه ونفس التقوليه واللعب. اسماعيل قدم مستويات خرافيه في 49 ماتش، 3 ديال الاهداف وتمريره حاسمه، ارقام مزيانه بالنسبه للمدافع في هذا العمر. الصيف ديال 2023 كان مميز بزاف. اسماعيل وقع اول عقد احترافي في حياته مع اندرلخت حتى يونيو 2026. الاداره شافت فيه مشروع حقيقي، والمدرب ديال النادي كان ديما كيناديه باش يتدرب مع الفريق الاول باش يكسب التجربه. في موسم 2023 2024 ولا رسمي في الفريق الرديف، لعب 24 ماتش، سجل هدف وعطى اسيست، وكان من الركائز ديال الفريق، وسجل هدف بالراس ضد ستانداردو ليج وتألق ضد كلوب بروج، والتنقيط ديالو كان هو 7.9، رقم خرافي كما العاده. اندرلخت الشباب ربحوا كأس بلجيكا بعد ما فازوا في النهائي على كلوب بروج، واسماعيل كان عنده دور كبير في التتويج هذا، بل اكثر من ذلك. في واحد المسابقه في هولندا شاركوا فيها بزاف ديال الفراقي من المانيا وفرنسا، اسماعيل تألق بزاف وخدا جائزه افضل لاعب في التورنو. 11 غشت 2025 كان واحد التحول كبير في المسيره ديال اسماعيل باعو. الدري وقع رسميا مع كامبور الهولندي اللي كيلعب في الدوري الهولندي الدرجه الثانيه. النادي تعاقد مع اسماعيل ل3 سنين من اول المباريات ديالو مع كامبور. باعوف بان بحال كيلعب مع النادي من شحال هادي، ما كانش محتاج الوقت انه باش يتاقلم او لا يبين راسو. السيد كان لاعب بكرافاطه كما كنقولوا، منضبط وهادي. الجماهير تفاعلت معاه بزاف، وحتى الصحافه الهولنديه بداو كيهضروا عليه بانه صفقه الموسم بالنسبه لنادي كامبور. اسماعيل مدافع قوي بزاف، والارقام ديالو مع كاع الانديه اللي دازها محترم. واخا ماشي من المنطقي اننا نهضروا على الاهداف والاسيستات بالنسبه للمدافع وسط، ولكن الارقام ديالو محترمه كما قلنا. 2023 2024 مع اندرلخت الرديف 25 ماتش، 2 اهداف واسيست. 2024 2025 24 ماتش، هدف واحد. 2025 2026 اي حاليا مع كامبور 5 المباريات، اداء قوي وثابت. القيمه السوقيه ديالو حاليا وصلت لحوالي 500 الف يورو، واللي كيعرف السوق الاوروبي راه هذا الرقم جد محترم للمدافع في الدرجه الثانيه ديال هولندا. اسماعيل بحكم انه تزاد في بلجيكا فهو لعب مع كاع الفئات السنيه ديال المنتخب البلجيكي، يعني كان دايز في المسار الطبيعي باش انه مستقبلا يلعب مع المنتخب البلجيكي الاول. ولكن في 2024 تبدل كل شيء. اسماعيل كان خاصو يختار بين بلجيكا
أو المغرب. اسماعيل فاجأ البلجيكيين واختار أنه يمثل المغرب، البلد الأصل ديالو والبلد ديال والديه. قرار جا من القلب ومن العائلة. الأب ديال اسماعيل أكد أنه تربى وسط محيط مغربي بالعادات والتقاليد والثقافة المغربية، يعني من الطبيعي أنه يختار المغرب. الاتحاد البلجيكي ما عجبهمش الحال، ما بغوش يفرطوا فيه بكل بساطة حيت لعاب مهم وبروفيل غادي يحتاجوه. ولكن اسماعيل كان حاسم، المغرب قبل كل شيء. الجامعه الملكيه كانت متبعه الملف ديالو بصمت، وليد الركراكي حتى هو كيعرف البروفيل ديالو مزيان. اسماعيل تم الاستدعاء ديالو للمنتخب اقل من 20 سنه، ولعب ماتشات كبار وقدم اداءات اسطوريه خصوصا في كاس افريقيا اقل من 20 عام. واخا المغرب خسر النهائي ضد جنوب افريقيا، الا ان اسماعيل عطى مؤشرات واضحه انه لاعب كبير. المغاربه قالوا هاد الدري واعر كاينه بلاصتو. فعلا بعد شهور قليله انفجر الدري في كاس العالم الشباب في الشيلي. السيد كان مميز في كاع لي ماتش وتحط في التشكيله المثاليه ديال دور الثمانين، الشيء اللي خلى الاعلام المغربي يحطوه على طاوله النقاش. باعوا في واعر، باعوا في كيستحق فرصه مع الفريق الاول، بل شي وحدين مشاو بعيد وطالبوا به في الفريق الاول في كاس افريقيا اللي جايه. واش كتهضر ليا واش كتهضر ليا على انه يكون في ديال لا كوب دافريك؟ انا جو لو فوا مازال انا نقدر تقول لي اون بو بريباري لا كوب دو موند، نقدر نقول لك مي لا كوب دافريك هذه لا ما فيهاش مازال. وي سي كوا لا ديفيرونس بين كوب دافريك؟ لا كاين غون ديفيرونس. لا 6 شهور تقدر تقول لي مثلا ندخل كونسونطراسيون، مي زعما لا ليست اللي غتكون في لا كوب دافريك كنظن ان خاص لي جوار اللي فريمون يكونوا بلوس ديكسبيريونس، ماشي تنقص منه. مي بعوف ممكن جدا اننا نشوفوه في المنتخب الاول، ولكن كنظن بعد كاس افريقيا حيت الوقت ما بقاش لوليد الركراكي باش يزيد يجرب لعابه جداد. زائد ان الدري يلاه بان، واذا لعبتيه في كاس افريقيا فغتكون حطيتي عليه واحد الضغط كبير، خصوصا ان البطوله منظمه في المغرب وكلشي كيطالب بها. شخصيا كنستبعد انه يكون في الكان، ولكن ممكن جدا نشوفوه في التربصات الاعداديه بعد كاس افريقيا، وعلاش لا نشوفوه في قائمه كاس العالم 2026. المدربين كيقولوا عليه انه لاعب عصري، كيعرف يلعب برجليه بجوج، كيبني اللعب من اللور وعنده قوه بدنيه كبيره، ومع التطور ديالو السريع ممكن جدا نشوفوه في الدوري الهولندي الممتاز قريب بزاف، ولا حتى في الدوريات الكبرى بحال انجلترا، اسبانيا او طاليان. وماشي صدفه اذا شفناه في المنتخب المغربي الاول في كاس العالم. باعوف ماشي مدافع عادي، مدافع رزين كما قلنا، وماشي غير هكاك شبهوه فان دايك، ولكن هو فاش سولوه اللعب ديالو لمن كيشبه كانت الاجابه ديالو بحال هكا. Your example was Pepe, you just told me. Why? Because they like me, or I'm like him. I'm an aggressive player. I like duels also. I'm a very aggressive and I crazy man in the pitch. القصه ديال باعوف مازال في البدايه ديالها، ولكن المؤشرات كلها كتقول المغرب لقى مدافع اللي كان كيقلب عليه شحال هادي. الدراري شنو بان لكم في اسماعيل باعوف؟ واش ممكن يكون الركيزه ديال الدفاع ديال المنتخب في المستقبل؟ واش ممكن نعتمدوا عليه؟ خليو لينا الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش لايك واشتراك في القناه باش يوصلكم الفيديوهات الجايين ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. تصلوا.